بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. مرحبا بكم معنا في وصفة حلوة لنهار اليوم. اخترت باش ندير معكم حلوة تقليدية يعني أصيلة وقديمة، المبسس ولا المثقبة معسلة، كل واحد كيفاش يسميها. وكما تعرفوا في الحلويات التقليدية كامل يعتمدوا على 3 كيلات، سواء درنا سميد ولا فرينة. هنا نديروا 3 كيلات تاع سميد متوسط، اي نوعية حبيتوا ديروها. وكل كيلة تاع السميد نديروا فيها قرصة تاع ملح، قرصة مليحة باش ما يجيش معنا مسوس، ما يجيش معنا صامت. كما تعرفوا الحلوة هذه ما فيهاش السكر. نديروا كيلة غير ربع تاع السمن ذايب وبارد، ونزيدوا نكملوا الباقي بالزيت حتى نغلقوا الكيلة تاعنا. نديروا كيلة كاملة خليط ما بين السمن وزيت، ونبسسوا كامل هذاك السميد مليح. هي طريقة نفسها طريقة تاع المقروط، ما من الوصفة يعني ما كاش تغيير، وإنما الوصفة تاع المبسس متقبة تجي اقتصادية ما فيهاش حشو لداخل. ولا هنايا ثاني نعطي لكم واش نديروا لها باش ما تنفتحش معاكم في المقله. كاين بزاف يخافوا هذا النوع من الوصفات، سورتو كي يكونوا مقليين يخافوا يتفتحوا لهم في المقله. الوغ كاين استيوس نديروها باش ما تنفتحش معانا. هنا نجو نبلو هذاك سميد بكيله تاع الماء. انا هنا ما نديرش المزهر في المقروط، نشمخو بالمزهر، بصح في المبسس نشمخوها بالماء، كيله تاع الماء. وانتم كيما تحبوا، لا بغيتوا المزهر دبر راسكم. راني نغرب شويه وانا على بالي بلي حتاكل كامل هذيك الكيله تاع الماء. وشنو من هي ما نفرغوش عليه على مره واحده، نخلو هذاك السميد يتشرب بشويه، نفرغوا له بشويه ونخلوه يتشرب. شوفوا هنا ويبان معايا راهي تبان تلمت معايا، بصح على بالي بلي مازال تزيد تحتاج الماء. يعني هنا ماشي كملت لي الكيله، دايت لي تقريبا كيله، غير بقى واحد الربع ولا مام با من الكيله. نخلي هذاك السميد يريح واحد 10 دقائق، راهو رايح يشرب، ومن بعد نعاود نرجع باش نكملو هذيك الكميه تاع الماء اللي بقات معانا. دوك تشوفوا كيفاش يشرب، يعني غير تفوت عليه السميد هذا باين عليه بلي يشرب. شوفوا لهنايا وعاد يتفتت معانا. نكمل له هذاك هذا هو حقه، يزيد هذه الكميه تاع الماء وما نزيدلوش اكثر. نكمل هذيك الكيله كيما راكم تشوفوا، ونلقاه نطم معانا هنا مباشره. ما نزيدوش نخلوه يريح مره واحده اخرى، يعني نبداو نخدموا به مباشره. ولكن قبل من هذا لازم نديروا له بياض البيض. بياض البيض هو اللي راه رايح يشدو وما يخليش يتفتت معانا، سورتو اذا كنا ماناش متاكدين من نوعيه تاع السميد اللي رانا نخدموا بها ورانا شاكين فيه. هنا كي تزيدوا هذا لاستيوس تاع بياض بيضه، كونوا متاكدين باللي ما راهوش رايح يتفتح معاكم. هنا نعطيكم ملاحظه، هنا في حاله ما اذا درتوا كيلو تاع سميد ولا رطل تاع سميد ديروا بياض بيضه. وفي حالة ما إذا استعملتوا 2 كيلو تاع السميد، يعني من 2 كيلو وطلع، ديروا 2 بياض بيض، سواء للمبسس ولا للمقروط. هكذا نخلوها هي التالية. كنت قادرة نديرها مع الأول، ولكن حبيت نديرها بعد ما نشمخو كامل. نزيد هذاك بياض البيضة باش يشد معانا هذاك السميد، يعني دايما يبقى مغلف معانا هذوك الحبات تاع السميد، وما يحافظ عليه وما يخليش يتفتح معانا في المقلة. وهنا ما رايح لا يغير الذوق ولا والو. كما تعرفوا بياض البيض ما فيه ريحة، ما رايح يأثر. كما تعرفوا في الحلوة التقليدية تاع الزمان، عجينة اللوز كي كنا نديروا الكفتة بكري كانوا يطموها ببياض البيض. وكما على بالكم باللي عجينه اللوز ولا كي نديروا بها الكفته يعني ما تطيبش مباشره، يلموا بها وياكلوه هكذاك. هنا عاد المبسس هذا نحن نقليوه، وكونتر هذاك البياض تاع البيض او رايح في المقله ثاني يزيد يخليه ياخذ اللون الشباب، ديك التحميره الشابه الدوغي الشباب هذاك. هنا انا قطعته بالكاس كما راكم تشوفوا، كاس مدور هذا تاع لا موطارد. هذاك الكاس حبيت نديروهم مدورين، نتوما تحبوا ديروهم كيما حبيتوا تفصلوهم ديروهم. هنا نشكلوا هكذا باليد، يعني نتحفوا نعطيلو لا فورم باش يجي معنا شباب مطور. وفي نفس الوقت هنا رانا نسخنوا في الزيت. الزيت يعني ما تعمروش المقله بزاف، يعني قسمه تتغطى معكم، يعني ماشي شرط تتغطى معكم كامل الحبه. انا كنت درت الحبه الاولى باش نوري لكم، ونزيد ندير الحبات اللي بقاو
على نار متوسطه كما راكم تشوفوا. مجرد ما تسخن الزيت نقصوا لها شويه ونديروهم باش يطيبوا معنا بغرضهم، وكونوا متاكدين باللي ما راهمش رايحين يتفتحوا معاكم في المقله. نخلوهم هنا يتقلاو بغرضهم. انا هنا كي نحب نقلي ندير غير كاسرونه هكذا تكون صغيره باش ما تلفتش بزاف الزيت، وراني نقلي بالعقل ونخدم في نفس الوقت، يعني نحل ونقلي فيهم. ومن بعد ما نعسلهمش مباشره لهنايا نجيب صحن فاش نقطرهم، نديرهم هكذا البابي من تحت باش يقطروا كامل، ونخليهم يعني حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. ومن بعد باش نعاود نولي ليهم نعسلهم. هنا العسل نديرو عسل عادي، عسل تاع الحانوت اللي نشريوه، ولا كنتو خادمين العسل في الدار كيف يعني ما كاش فرق بيناتهم. هنا بعد ما بردت معانا الحلوه هذاك العسل ندفيه شويه باسكو تعرفوا ما يكون شاد شويه روحو، ندفيوه ونحطوه هكذا في ريسيبيون ونفرغ عليه العسل من الفوق، يعني ما نديرش كميه كبيره تاع العسل راح يشرب وما يحتاجش بزاف العسل المبسس، ماشي كيما المقروط. قلت لكم الوصفه هذه اقتصاديه شويه على المقروط، ما ترفد لكم الحشو وما ترفد لكم العسل بزاف، يعني غير قسما نشمخوا هذوك الحبات كل حبه نفرغوا عليها هكذا قسمه غرفة تاع عسل هكذا كما راكم تشوفوا، وهي راهي تشرب معانا. ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وما تنساوش تشجعونا بجام، على الاقل يعني تحفزونا باش نقدموا لكم وصفات اخرى كما راكم تشوفوا. يعني اصلا المشاهده قليله وزيد لي جام ما كاش، تخسروا والو كي تضغطوا على زر الاعجاب. دوك تشوفوا هم في صحن التقديم بعد ما نقدمهم ونزينهم. كما تشوفوا الحلوى المعسله دائما تحب الجلجلان، يعني يعطيها ذوق شباب. حتى اذا كان عندكم الفو بيستاش ولا بيستاش هكذا شويه ولا شويه لوز مدشش كما حبيتوا، يعني غير حاجه جوست هكذا باش نعطوا لها هذاك تزيين كما راكم تشوفوا. ودوك نقسم معاكم حبه وتشوفوا الطراوه تاعها. هنا فيما يخص الحبه كي انا نحبها بهذا الحجم، ما نحبهاش خشينه بزاف وتجي معنا طريه كما راكم تشوفوا، تخرج معنا هايله. الحجم نتوما تحكموا فيه، تحبوا تخشنوها على هكذا كما بغيتوا، ولكن هكذا راهي مليحه راهي هايله. وشوفوا كي يعني هي اسم على مسمى، اسمها مبسس، صح تجي مبسسه بالبزاف وتتفتت في اليد. أنا هنا وكملت معكم، إلى أن ألقاكم في وصفة أخرى. سلام.